صبري بيدور على احمد حسن مكي ولكن بمهاره عاليه، لعب لكريم نيدفيد وركله جزاء لحرس الحدود. انطلق كريم نيدفيد بمهاره عاليه، ولكن قلت لكم حينما تبحث عن حرس الحدود ابحث عن هدفك الرابع بالتخصص. أم يكون لعبد المنصف رأي آخر ويحافظ على نظافة شباكه. ركله جزاء مكي في مواجهة فردية مع محمد عبد المنصف. أحمد حسن مكي صاحب ال10 أهداف. أحمد حسن مكي هدف أول عن طريق أحمد حسن مكي، من سجل في مرمى إنبي 3 أهداف في 3 مواجهات مختلفة. قلت لكم 3 نقاط حرس الحدود. يقول لك استغل كبوة إنبي. انطلاقة تاني كريم نيدفيد هدف جميل جدا، هدف تاني حرس الحدود خطف إنبي يا جماعه. فاقل من دقيقه كريم نيدفيد يعلن عن محاوله احراز هدف اول. كره عرضيه خطيره جدا، هدف اول عن طريق اللاعب احمد صبري، ويستغل خطا الحارس احمد سعد ويعلن عن تقليص الفارق وهدف اول لفريق إنبي. وديفوني وعلى الاهلي والمقاولين بهدف وحيد لاحمد حسن مكي. كره طوليه ما فيهاش تسلل، انفراد، هدف ثالث عن طريق كريم نيدفيد، من سجل صاحب المركز الثامن. ولكن الاهداف ممكن تفصل الجيش عن حرس الحدود. كره عرضيه خطيره جدا هنا، ولكن احمد سعد هدف ثاني احمد سعد وبطريقه كربونيه مثل. لسه في هدف قادم. هل هدف رابع للحدود ام هدف تعادل لفريق إنبي؟ انطلاقه من اللاعب طارق ابو العز، عدى وفات، لعب عرضيه خطيره جدا، هدف رابع. هي النيران الصديقه تضع الرباعيه لفريق حرس الحدود وتصعد